علماء النفس التربيه او علماء النفس عموما وجدوا ان كل انسان مننا عنده حاجه من الاثنين، او بيسموها بعض الناس بيسموها بنك مشاعر، وبعض الناس بيسموها خزان عاطفي. كل الناس، انا، انت، كلنا عندنا الخزان، وطبعا اولادنا. الخزان العاطفي ده او بنك المشاعر ده بنك زي اي بنك، وخزان زي اي خزان، بتملى فيه وبتسحب منه، ليك كريدت فيه او مالكش كريدت فيه. فطول ما انا عايش المفروض ان انا بحط رصيد في البنك عشان يبقى عندي رصيد، بحيث ان انا لما اتزنق في حته واسحب من رصيدي فيبقى لسه رصيدي يسمح. غير لما يبقى انا صفر اجي اسحب ببقى بالماينس. هنا مش هقول لك ما تسحبش، هتسحب بس هتبقى بالماينس. فلما تيجي تحط بعد كده بتوصل لصفر، فانت تبقى فاكر ان انا حاطط قد كده بس فعليا وصلت لصفر. فلما اسحب 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 انا نفسي وصلت فين؟ هو ناس كتير قوي كل ما احط لسه ماينس، كل ما احط لسه ماينس، كل ما احط لسه ماينس. فانت عمال شايف نفسك بتحط، بس في الواقع انت بتوصل لفين؟ صفر. فانت مالكش رصيد.